أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين الأكارم في حلقة جديدة من حلقات ضيف المنتدى. ما بين الإدارة والكتابة وأيضا الإبداع والنشاطات المختلفة، ما بين المحبة والعطاء الجميل. طبعا اليوم ضيفي وضيفكم هو الكاتب الإعلامي فؤاد القاضي. فمشيئة الله تعالى اليوم سوف نبحر أنا وهو بكلام جدا جميل معطر، فباسمي وباسمكم دعونا نرحب به. فأهلا وسهلا بك فؤاد. يا اهلا وسهلا بك. حياك فؤاد. سعيد اليوم تواجدت معكم هنا في هذه القناة الجميلة وعلى هذا البرنامج الجميل. حيا بك فؤاد، أنت دائما بطاقة جميلة، كتاباتك، طلتك، حديثك بتحاول أنك تقاوم كثير من الركود وكثير من التخشب وحالات الكرتنة للأسف الشديد في ظل ضغوطات متعددة. اليوم سوف نتناولك كقصة نجاح. أنت أخرجت نفسك من بين كثير من الركامات المتعددة وأصبحت الآن تثمر وتعطي ولا تتوقف. لو قلنا مثلا ما سر هذا العطاء وعدم التوقف، ما سر هذا التحدي؟ بداية عندما يكون عندك هدف ما معين، نشهد كثير من الزملاء الشباب صعدوا على إذاعات قنوات، لكن من منا يستمر على تحدي الزمن؟ من منا سيتحدى الزمن؟ من منا سيتحدى الأوضاع؟ من منا سيستمر على هذا الإطار ويطور أكثر؟ دائما نقول أنه الأشياء تولد من رحم المعاناة. صحيح. فما نعانيه نحن كيمنيين كمواطنين يعتبر دافع كبير جدا للإصرار. الدافع أنا دائما أعبر أنه أعتبر الدافع كالوقود. كل ما ازدادت دوافع الإنسان ازدادت قدراته، ازدادت ثقته بنفسه، ازدادت أيضا ازداد حماسه، طاقته، حتى يكون إنسان متين وقوي جدا يكافح يواجه الأصعاب. جميل. طيب هذا فؤاد القاضي، يعني لديه عوامل معينة ولديه دوافع معينة جدا رائعة، لكن كثير من الشباب يقول لك يعني محبط، يقول لك الضغوطات زادت عن حدها ولا يستطيع أن يخرج نفسه من بين هذه الكومة من الركامات. ما الذي ممكن نقول لمثل هؤلاء الشباب وهم كثر؟ طيب يا أستاذ محفوظ، البداية هي من الترجمة الفكرية. أنا أترجم الأحداث الحاصلة معنا. أعطيني حقبة زمنية ما مر عليها اليمن أو أي بلدة عربية بحرب وصراعات وما شابه ذلك، هموم. أعطيني أي إنسان ما عنده هموم. فلدينا كلنا هموم، لدينا كلنا مشاكل، لكن أنت كيف تترجم هذه الأشياء وتعكسها على حياتك؟ يعني أنا ممكن أعكس همومي أنه أكون كإعلامي، كمذيع، كمتحدث، كملقي، أعبر عن مجازي ما يحصل من آلام. مثلا لماذا اخترت مجال الإعلام؟ منذ القدم، منذ الزمن البعيد وأنا أحاول أنه أوصل رسالة. هدفي الأساسي هو إيصال الرسالة. لربما الآن تشاهدني وأنا أقدم محتوى إعلاني أو محتوى بودكاست أو ما شابه ذلك، هذه كلها طرق توصلني للطريق الصحيح، وهي إيصال الرسالة. كيف نوصل رسالة حقيقية نابعة من أرض الواقع. صحيح. نابعة من معاناة حقيقية لإنسان يعاني. صحيح. قبل شوي قلت منذ زمن وأنت تشتغل. حتى أوضح للجمهور، أنت بدأت جدا مبكر في العمل الإعلامي في قنوات فضائية خاصة، في إذاعات محلية، وواجهت كثير من الإشكاليات، لكن كنت أنت أقوى بجمال روحك من هذه الإشكاليات، بجمال دوافعك ومعانيك الرائعة. كنت أقوى من أي كائن سلبي أو كرتوني أو برجماتي إلى آخره. طبعا لكل حدث معنى، لكن قد بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أعطي لهذا الحدث إلا معنى سلبي. كيف نقول مثل هؤلاء الناس وأنت اليوم هنا يعني نموذج لقصة نجاح؟ لكل حدث جانبين، الجانب السلبي والجانب الإيجابي. عشان نكون إحنا شباب برؤية فكرية إيجابية لازم ننظر للحياة أنها بنظرة الإيجابية. في من الناس المحبطين ينظرون للجوانب، الأحداث، يترجمون كل ما حولهم بترجمة سلبية، لكن أنت انظر لها من الزوايا الإيجابية. كل حدث وكل فعل وكل حتى مشكلة تحصل لديها جوانب إيجابية. أنت بس خذ الجوانب الإيجابية واترك عنك الجانب السلبي وانطلق. طيب كيف ألتقط الخيط الإيجابي؟ قد يقول قائل هكذا مثلا من المتلقين، خاصة لأنهم صغار،
يعني في عمر ال 13 ال 14 عادهم صغار، بيخرجوا من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب. يقول لك كيف التقط المعنى الإيجابي؟ دلني فؤاد. يا أستاذ، لكل حدث معنى حديث ومعنى وطرق إيجابية أو سلبية. كالأطفال، فأقول لك أن الأطفال يعتمدون عادة على آبائهم، توجيهات آبائهم. الأب لما نشوف ابنه مثلا ناضج أو مراهق، هو يقدر يوجه هذا الابن ممتاز من خلال تربيته. يعرف الأب دائما يعرف توجهات الابن، طريقة تفكير الابن، اختلافات الابن بيولوجية وفكرية وأنثروبولوجية وما شابه ذلك، هو يعرف طبيعي، فهو يستطيع يوجه ابنه. الابن في سن المراهقة أو الأطفال هم يتلقون الكلمات، المصطلحات، الأفكار، لا زالت يعني وعيهم لا زال يتفتح أكثر وأكثر. صحيح. فالأب والأم هم مسؤولين عن نتيجة قرارات أبنائهم، أو نتيجة حتى وعي أبنائهم، أو عن يستطيعون يدلوهم على الطريق الصحيح، يستطيعون يدلوهم بطريقة إيجابية، يستطيعون أن يصنعوا فيهم روح التفاؤل، روح أنه كيف تلتقط أو تترجم الأحداث بالترجمة الإيجابية. رسائل جدا حلوة للآباء، أتمنى أنهم يقفوا عند هذه الرسائل. لما تكون أنت مسيطر على نفسك وصاحب قرار نفسك ومسؤوليتك، هنا أنت صحيح بتوجهك أنت. صحيح. بس المشكلة أخي فؤاد أنه أحيانا في ناس شخصيات مش قادر يأخذ قرار، مش عارف إيش معنى قرار، جالس تتلاطمه الأمواج ولا يستطيع أن يلتقط هذا القرار. طبعا لو مثلا خرجنا شوية من علم التنمية البشرية، تمام، وهذه الرسائل القوية، وقلنا مثلا رجعنا للذات الخاصة بالأخ فؤاد القاضي، وقلنا يا فؤاد، حين تتلاطم الأمواج معك، حين تشعر أنك متورط، من هو الشخص الذي ممكن تلجأ إليه؟ الوالد، الله يحفظه. إذا تميتها حلو. قبل شوية بتكلم عن الآباء. الوالد الأستاذ منصور القاضي حفظه الله، الله يحفظها. أبي هو الموجه للأمانة، ليس فقط لأنه أبي، هو إنسان عظيم وإنسان حكيم جدا. يعني منذ الصغر وهو يربينا ويعلمنا بالقناعة. فؤاد، هذا الصح وهذا الغلط، خليني أشوفك الآن وين بتروح. جميل. تحصل على خطأ، شوف قلت لك هذا الصح وهذا خطأ، طيب كيف سوي كذا وكذا، انقذ نفسك بكذا وكذا. الوعي. علمنا كيف ننظر الحياة بنظرة إيجابية. صحيح. علمنا كيف نتحدى الأزمات، كيف نخرج من الأزمات بالطريقة الصحيحة. هو مش فقط أب، هو أيضا موجه تربوي، هو أيضا أستاذ ورب. ورب أسرة من الربوبية. يعني الآن أكثر من 50 سنة مر بتجارب صعيبة، بتجارب عديدة وكثيرة، هنا استطاع أن ينقلها لأبنائه. أنا الآن أعوذ بالله من كلمة أنا، دائما يقول لي فؤاد سوي كذا، فدائما مرجع، سواء بالنجاح، سواء بالفشل، إذا قلنا فشل، سواء أرجع الوالد. حتى البوحة الخاص يا فؤاد، الطاقة المعنوية، الدين المحرك، حتى البوحة الخاص بدرجع للوالد. ولو تعطيك يا أستاذ محفوظ، أسراري موجودة عند أبي. أنا ليس فقط أنا كفؤاد القاضي، أخي محمد القاضي أيضا، خواتي كريماتي أيضا. نحن أبي ربنا على قناعة، يعطيك المعلومات، يعطيك الدروس، حتى إنه يعطينا توعية، يعني يوعينا بأشياء قبل حدوثها. إذا حصل معك شيء تذكر كلام أبوك. أنا دائما في مسيرتي أو في حياتي، سواء المهنية والحياة اليومية، أتذكر كلام أبي. كل ما أحصل مرحلة والله أبي قال كذا وكذا، فاتخذ كلامه بالصحيح. والواقع يحكم. إذا نحن نعود لنفس كلام الوالد. جميل. إذا نحن بدورنا في الإعلام وفي برنامج ضيف المنتدى على هذا الاستيج الجميل، نشكر طبعا سيادة القاضي منصور القاضي، تمام، ويعطيها ألف عافية. طيب وين دور الوالدة يعني لو قلنا؟ أكيد. أنا مش حارج والله، بس الوالدة ضروري. الوالدة أبي كان يعني دائما معنا بالمنطق والوعي. أم المتابعة، ايش سويت؟ ايش حصل؟ امي دائما يوميا تتصل ابنائها كامل، انا اخي كلماتي كيف الوضع؟ الوالد فلان كيف حاله؟ فلانه كيف حالها؟ ابني ايش سويت؟ في تحريات ومتابعه. اذا شعرت الوالده انه في تقصير، في نقص، في انحراف يمين يسار، الصح كذا، ابوك واثق فيك. هنا دور المراه لتعزز ما يقوم به الوالد. ابوك واثق فيك، انتبه تخطأ، انتبه، يعني تطرح راس ابوك. وايضا تعزيزات تهاجم المراه. صحيح. وايضا هو بيعطيك الحريه وبيفهمك ان الحريه مسؤوليه، ما هيش يعني حريه وفوق. اكيد طبعا. نقطه مهمه جدا، ليس يعني انه بالقناعات وتاركك المجال، لا. ابي اعودنا على حاجه،
إنه تروح عملك من الصباح إلى الليل الساعة 10 هو منتظرك في البيت بابتسامة كده حلوة. أول ما تيجي أهلا وسهلا كيف حالك يا فؤاد السريح مرة كوب شاي جلسنا أو كوب قهوة جلسنا ما فعلت اليوم تعودنا على هذا. جميل. أنت تحكي له إيش فعلت من الصباح إلى المساء بكرة إيش بتسوي بكرة معي كذا إيش رأيك بقى إيش سوي أسوي كذا الصح إنك تسوي كذا تشي تكون الأفضل. أنت الديري أبي إيش مسميني في تلفونه مسميني مدير العام. حلو هذا كل ما شفت البوشنج هذا الإيجابي والدافع مسمين له المدير العام وهذاك المدير التنفيذي هذاك أعطاكم قرارات شفوية حلوة فعلاً. جدا. أبي هو قادر يعني يصنع. يتخذ أي قرار صحيح. في حياته اليومية لكن لا صحيح. بيجمعنا ويستشيرنا إيش رأيكم أنا أصغر واحد في البيت صحيح. وينظر لعندي أنت إيش رأيك طبعا أصغر واحد أحيا بك فؤاد. يصنع فيك روح الاستمرارية السعيدة. الاستمرارية ويصنع فيك روح المسؤولية ويفيك المسؤولية والقرار أيضا. جميل. يحزنني أن الزمن اللقاء انتهى لكني أشكرك لأنك وضحت لنا كثير من الأسرار وأنك اقتربت إلينا من قلبي إلى قلب وجمهورك كثير وجمهورك بيحبك لهم كل المحبة والتقدير. شكرا لهذا اللقاء شكرا لهذه الفرصة. ما هي الكلمة الأخيرة وليس بيننا أخيرة التي تود أن تقولها في ختام هذا اللقاء الجميل؟ إنه كل إنسان لازم يرسم له هدف ويسعى تجاه الهدف وأهم شيء يكون الهدف هدف صحيح جدا أخلاقيا معنويا فكريا وأن يخلف عليه رسائل تعود بطاقة إيجابية للآخرين. جميل. أنت اسم إما أن يدون اسمك بطريقة إيجابية وصحيحة وتشكر أو أن تلعن. جميل. أو أن لا يذكر الآخرين. جميل. همساتك دائما جميلة شكرا لك واستمر في همساتك ويعطيك ألف عافية أخي فؤاد القاضي. وبهذا أعزائي المستمعين ومع هذه الهمسات الجميلة من فؤاد القاضي هذا الكادر الرائع إداريا وأدبيا ولم نتناوله كما يجب لكن هذا هو وقت البرنامج. إن شاء الله نستضيفه في حلقات قادمة مشيئة الله تعالى. وإلى ذلكم الحين مشيئة الله تعالى انتظرونا في حلقة جديدة مع ضيف جديد وإبداعات جديدة وصدور جدا أنيقة. وإلى ذلكم الملتقى لكم مني أجمل وأرق الأمنيات في أمان الله.